السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى اخوات وأحلى متابعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ فيديو بتاعنا النهاردة، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا يا حبايب قلبي، اللي مشتركش في قناتي يلا اللايك الجميل والاشتراك في قناتي عشان يوصلكم مني كل جديد. بصراحة يا حبايب قلبي، في موضوع وجعنا كلنا، وهو موضوع ضحى اللي اتقتلت على ايد عامل دليفري. كانت يا عيني حياتها مؤلمة من كل الجوانب، إن كان مع أهلها أو لما راحت دار زهرة مصر كانت مبسوطة وكانت سعيدة وفرحانة. بس للأسف لما دار زهرة مصر اتقفلت رجعت تاني لأهلها اللي مرحموهاش برضه. ضحى حياتها انتهت على ايد واحد طمع فيها. انا اعرف فيه سكن قريب من هنا، فللأسف الضحية اتخدعت فيه وراحت معاه شقته. طلب منها علاقة بس هي رفضت، وشاف معاها فلوس وشاف معاها تليفون. فللأسف هي نامت يا عيني، ولما صحت ما لقتش التليفون ولا لقت الفلوس بتاعتها. فلما رجع بتسأله بتقوله فين الفلوس وفين التليفون. راح ماسكها حط المخدة على وشها لما لفظت أنفاسها. هو ايه يا جماعة اللي احنا وصلنا له ده؟ يعني ليه كمية عدم الرحمة ده؟ ليه ده واحدة شكلها يعني حرام حرام بجد، تصعب. يعني مش عايزة اتكلم كلام، يعني بصراحة الواحد قلبه موجوع، قلبه موجوع على المنظر ده. يعني لا لقت رحمة من اهلها ولا رحمة في الشارع، ويوم ربنا ما كرمها بزهرة مصر وقعدت هناك في الدار بتاعتها. فليه اللي احنا وصلنا له ده؟ ليه اللي احنا بقينا فيه؟ والله العظيم الواحد بقى يخاف ان هو يخرج من بيته. حتى في تصريحاتها لما الدكتور عمرو الليثي كان معاها في لقاء، فبتقوله اللي عملوه اهلها ومعاملة ابوها لها كانت دايما صعبة ومعاملته ليها وحشة. يعني ما كانتش مرتاحة لا مع اهلها ولا حتى في الشارع اللي ما رحمهاش. والوحيدة فعلا اللي اهتمت بيها وخدت بالها منها هي سمر نديم صاحبة دار مصر زهرة مصر. فليه يعني كان ربنا كرمها بالمكان ده، وكان محتوي ناس كتيرة اللي أهلهم رامينهم ومش عايزينهم، واللي متشردة في الشارع. فليه يا جماعة اللي احنا بقينا فيه ده، وعدم الإيمان وعدم الرحمة؟ ليه يعني بجد أنا بصراحة الواحد بقت أعصابه تعبانة من الكلام اللي بيسمعه ده ومن الحاجات دي وغيره وغيره وغيره، حاجات كتير قوي. لدرجة والله الواحد لما بيجي خبر زي ده الواحد بيبقى حالته النفسية سيئة جدا. ومن سوء حظها إنها لما مشيت من البيت راحت وكانت في اسكندرية، كان فيه شاب شغال في مطعم مشهور. رجع الساعة 3 الفجر وهو مروح السكن بتاعه، وفي عز البرد اتفاجأ بالبنت بتسأله: ما عندكش سكن ليا؟ مفيش شقة إيجار؟ مفيش أوضة إيجار؟ مفيش أي فندق قريب من هنا أستأجر منه أوضة أقضي فيها الليلة دي علشان أنا تعبانة وبردانة؟ طبعا هو هنا عمل إنه هو قلقان عليها وخايف عليها وعايز يساعدها، فقال لها أنا معايا سكن فاضي، تعالي اقعدي فيه لحد الصبح. طبعا استغل الإعاقة بتاعتها وإنها مش مدركة، وثقت فيه وبالفعل راحت معاه. وأول ما وصلت الشقة بدأ اللي هو عايز يقنعها إن هو يعتدي عليها وهي رفضت. يا عيني ضحى لما كانت متعلقة جدا وكانت بتحب الشنط، لما ناس كتيرة وهي في دار زهرة مصر بقى يبعتوا لها الشنط، اهو سبحان الله اخرة ضحى كانت جثة في شنطة. حطها في شنطة يا عيني وخرج رميها، نزل من التاكسي وساب الشنطة ومشي. إنسان معدوم الضمير، ده مش إنسان، ده حيوان. حتى الحيوان له قيمة عنه، إن هو يعمل كده في بنت لا حول بيها ولا قوة. ليه اللي احنا وصلنا له ده؟ والحمد لله إن ربنا جاب لها حقها إن شاء الله، وهيجيب لها حقها بإذن الله من اللي عمل كده. والله يا جماعة الواحد زعلان بجد من كل قلبه، وربنا يرجع لك حقك يا ضحى، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذاها.
وحسبي الله كمان مرة في أهلها اللي سابوها، مهما كان ظروفها صعبة أو فيها أي حاجة. حرام عليكم، حرام بجد اللي انتوا بتعملوه في ولادكم ده مش بإيديها، دي حاجة غصب عنها. يلا يا حبايب قلبي، اللايك الجميل والاشتراك في قناتي عشان يوصلكم مني كل جديد، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.